مخدر المعجون الخبيث والأضرار ديالو النفسية والروحية. أولا، المعجون هو مخدر متكون بزاف د المواد. كاين اللي كيصايبوه بالقنب الهندي يعني الزبل ديال الكيف، وكاين اللي كيصايبوه بالزبل ديال الحشيش وبعض الأدوية القديمة. وفي كلتا الحالتين سواء مصوب بالحشيش أو الكيف فهو مضر بالجسم ديال الإنسان. وفاش كتاكل هذا المعجون كينزل لك القولون العصبي، ومن تما كيدمر لك الجهاز العصبي وكيولي الشيطان يدير فيك ما بغى من تهيؤات ووساوس قهريه. المعجون هو مخدر كيحسك بالسعاده والخوف، عقلك كيغيب، كتولي عايش غير في العقل الباطن، وكتبقى تفكر وتخيل بزاف الاحداث فاش كتكون واكل هاد السم. ومن اضرار هاد المعجون ان الانسان المدمن عليه كتبرد النفس ديالو والقلب ديالو وكتسبب ليه البرود الجنسي، وكتبقى تلصق ليه ديك الحاله اللي كنسميوها التبويقه في العقل بشويه بشويه. حيت المعجون فاش كينزل المعده والامعاء فهو كيلصق فيهم مزيان، وكيبقى يفرز مواد خبيثه للجسم اللي كتنتقل عبر الدم باش توصل للدماغ، وبشويه بشويه كتكثر ديك الماده في الجسم، مستحيل تخرجها من الجسم وكدير عمليه في اكبر دوله في العالم. حيت داك السم ديال المعجون كيتحول لسحر ماكول في الجسم. يا سي كما سمعتي كيولي توكال كيتنقل لك مع الدم وما كيبانش للاطباء في السكانين او الراديو. وكلنا كنعرفوا بلي التوكال او السحر المأكول كيكون بوابه لاي شيطان مارد انه يدخل الجسم ديالك ويتغذى على الدم ديالك، وكيسبب لك امراض بحال الالم في الراس والمفاصل والعضلات والبرود الجنسي. غير رد لك وجهك كحل والجسم ديالك ضعيف غيحيد لك الشجاعه ديالك ويعوج لك دارك، ولا طولتي فيه غيدير لك الوسواس القهري وبزاف الامراض الخبيثه النفسيه بسبب الشياطين اللي دايرين بهذا المدمن. حيت القولون العصبي فاش كيتخدر من بعد كيسبب لك اكتئاب، خوف، قلق، وسواس. خاصك تعرف ان هذا المخدر خطير وكتسبب في مس وسحر من الشياطين، وكتكون ساهل انك تدير لهم داكشي اللي بغا ويتحكم فيك الشيطان كيف ما بغا. واخيرا خويا، سواء كنتي كتصيب المعجون في داركم او كتشريه من الشارع فهو نفس الاضرار الروحيه، بحيث كينزل المعده وكيولي بوابه لاي شيطان او شيطانات تختارقه وتأذيك كيف ما بغاش. والبوابات والشاكرات دابا نشرحهم لكم في فيديوهات القادمه. باش تعالج هذا المعجون خاصك بعض الاعشاب الطبيعيه اللي تشريها، وخاصك دير استفراغ عند شراغي متمكن ولا شي عشابه خاصه بالتوكال، راهم كاينين بزاف في المغرب. الله يعفو ويشافي جميع المسلمين. خاص الشعب كله ينوض يحارب هذوك المجرمين اللي كينشروا لنا الدروبه بحال هاد المخدرات، وخاص الملك ديالنا ينوض ضد كاع هذوك الافراد من الحكومه اللي كيساعدوا الشعب انهم ينشروا المخدرات، طبعا من اجل المال. والسلام عليكم.